السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل محشي الكرنب بطريقة بسيطة، طريقة سهلة، مكونات متوفرة في البيت. بس التوابل هنعملها بطريقة مختلفة النهاردة، هتودي الطعم في حتة تانية. هنعمل فيه تكات واسرار. بس الاول هنقول على ازاي تنقي الكرنبة من غير ما تكون دبلانة. اول حاجة تكون ورقها مصحصح زي ما انتم شايفين كده، مش مكتومه، يعني مليانه. احط ايدي عليها كده احس انها مليانه بس اخبط عليها مش مطبله، يعني ايه؟ مش مكتومه، لانها لو مكتومه هتيجي تقطعيها الورق هيتهري معاكي وهيتقطع معاكي. تمام. تاني حاجه ما تكونش مهويه قوي، عشان لو مهويه قوي هتبقى معرشه. يعني ايه معرشه؟ يعني ما فيهاش ورق من جوه. تمام. تالت نصيحة في شراء الكرنب، ان الورق يكون مفرود زي ما انتم شايفين، كل ورقة مفرودة ولونها زاهي. شايفين الورقة مش متنية كده، الورقة اللي متنية كده بتبقى فقدت المية، يعني بقالها يوم واتنين وفقدت المية، انما اللي مفرودة زي كده بتكون صبح. تمام. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنقطع الكرنب، بيبقى فيه كذا ورقه كده ملهمش لازمه زي اللي انتوا شايفينهم دول، بنقطعهم ونتخلص منهم. بعد ما اتخلصت من الورق اللي ملهوش لازمه، بنزل بالسكينه حوالين الرقبه داير ما يدور كده، وايه، بطلعها. حله على النار، تكون الميه غالب، فيها معلقه كمون ومعلقه سكر. ومعلقه السكر هنا فايدتها ان هي هتديني القرشه اللي بحسها لما باجي اكل الكرنب، وكمان مش هتخليه يتهري. اما معلقه الكمون فهتشيل الانتفاخات. تمام. وبعدين بقلبها زي ما انتم شايفين، وبغطسها في الميه كده. وبعدين باخد ورقه ورقه، بلاقيها استوت معايا زي ما انتم شايفين اهي، وبحطها في الطبق. وهكذا كل ورقه بطلعها زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصنا سلق الكرنب هنشوف هنقطع الكرنب ازاي. بعد ما سلقنا الكرنب بنجيب الورقه، بنفردها زي ما انتم شايفين كده، وبنتنيها على بعضها، واختها كمان، واختها التالتة زي ما انتم شايفين. وبجيب السكينه وبقطع الثلاث عناقيد دول واحطهم في جنب، والف الكرنب زي ما انتم شايفين كده، وبقطعه اهو. وبنقطع بقى ونرصه مع بعضه، وهكذا. بعد ما قطعنا الكرنب وسويناه زي ما انتم شايفين، هنروح على الخلطه ونشوف هنعملها ازاي ونشوف اسرارها وتكاتها. اول حاجه جبت الوok وسخنت الحله وسخنت الماده الدهنيه. هحط سمنه مع زيت وكتر الزيت لان المحشي بيحب الزيت. وهضيف البصل زي ما انتم شايفين، وهبدا اوطي النار. ليه هوطي النار؟ بس الاول قبل ما اوطي النار هحط الملح. هحط ملح على الايه؟ على البصل. ليه بحط الملح على البصل؟ علشان يا حبايبي حاجتين مهمين بنعملهم في البصل لما بنيجي ندبله على النار. بنوطي النار ونضيف الملح. ليه؟ عشان الملح بيمتص الرطوبة من البصل، والرطوبة في البصل هي المادة المسكرة اللي فيه، فأنا عايزة المادة المسكرة اللي فيه تنزل عشان تتفاعل مع المكونات اللي أنا هحطها بعد ما البصل يدبل. وكمان النار الواطيه برضو بتساعد لي البصل ينزل الماده المسكره. وهبدا اقلب ونشوف الخطوه الثانيه هنعمل ايه. هضيف بقى الزعتر زي ما انتم شايفين. ايه فايده الزعتر؟ فيه مضادات اكسده، فبيطول لي عمر الوصفه شويه. يعني ايه بيطول لي عمر الوصفه شويه؟ يعني بدل ما تقعد في الثلاجه يومين، لا بتقعد اسبوع. فهمتوا؟ لان الزعتر فيه مضادات اكسده. بعد ما ضفت الزعتر هضيف عود روزماري زي ما انتم شايفين، وبفركه كده، هو شبه مجفف يعني.
عشان كان عندي من فترة في التلاجة. تمام كده. وهبدأ أضيف البهارات زي ما انتم شايفين قدامكم. معايا معلقة كبيرة كبابة صيني، معايا معلقة كبيرة جوز الطيب، معايا معلقتين كبار كزبرة، معايا معلقة كبيرة جنزبيل بودر، معايا معلقة صغيرة قرفة وما تكتروش فيها لأنها قوية في الطعم، معايا معلقة شطة، معايا معلقة كبيرة كمون. وهبدأ أنزل. طب ليه انت ضفت البهارات دلوقتي يا زهرة مع البصل؟ ما ضفتهاش في الآخر علشان عايزة الزيوت العطرية تطلع، فتعمل ايه؟ تعليلي التست، تعليلي التست. الله، لو شميتوا الريحة هتقوموا تعملوه دلوقتي. بعد ما شميت الريحة بتاعت التوابل والزيوت العطرية بدأت تتفاعل مع مادة الكبريت اللي في البصل ويطلعوا لي نكهة أمامي. ونكهة أمامي دي يعني نكهة مرق اللحم، النكهة القوية لمرقة اللحم. بنحسها ازاي؟ لما البصل بيطلق مركبات الكبريت اللي فيه وبتتفاعل مع المكونات اللي انت بتحطها معاه. بعد كده انا عايزه اتبل البصل، عايزه انكه البصل. بنزل بشويه شبت وشويه بقدونس وشويه كزبره وبقلب كده. انا بنكه البصل. اعملوا الخطوات زي ما انا بقول لكم كده، هتطلع معاكم ولا اروع من كده محشي بجد. لو شميتوا الريحه هتقوموا تعملوه دلوقتي. بعد ما ريحه الخضره طلعت واتفاعلت مع المواد اللي نزلت من البصل، هبدا انزل بشويه فلفل وشويه شطه وشويه كرفس. ركزوا معايا، شويه فلفل مقطعين وشويه كرفس وشويه شطه قرون. وبقلب. وكان نفسي الكاميرا تطلع يعني الريحه بجد. الريحه تحفه يا جماعه. النكهات عماله تتداخل مع بعضها وتعلي لي التست وتودي لي الطعم في حته تانية خالص. ما تتصوروش عود الكرفس اللي انا حطيته مع الفلفل والشطه وضربتهم في الكبه مع بعض هيودوا لك الطعم في حته تانية خالص. ركزي في الخطوات ديت واعمليها بالظبط زي ما انا بقول لك، هتاكلي محشي ولا اروع من كده. شايفين المنظر؟ شايفين الزيت طلع فوق الوش والمكونات اتمزجت مع بعضها والريحه طالعه يا جماعه، والله تحفه ما شاء الله. بعد كده هنزل بمعلقتين مستردة. هتستغربوا، لا حطيها بس وجربيها وعلى ضمانتك وهتدعي لي. معلقتين 2 كبار مستردة. تمام. طيب بعد المستردة باربيكيو صوص، معلقتين كبار باربيكيو صوص. انا عايزه النكهات تتعتق مع بعضها وتديني طعم وفليفر ولا اروع من كده. هتذوقوا محشي عمركم ما ذقتوه ولا في مطاعم ولا في بيوت بجد. ومعلقتين دبس الرمان، معلقتين 2 بس. واقلب النكهات التحفه دي مع بعضها والريحه مش قادره اقول لكم. بعد كده يا حبايبي 4 معالق صلصه، ولو عايزه تزودي براحتك. الصلصه هنا هتحمر المحشي وهتديني اللون المناسب وهتديني تسكير. طبعا الصلصه انتوا عارفين ان هي صاحبه النار. يعني ايه صاحبه النار؟ يعني الصلصه بتحب النار برضو. يعني ايه بتحب النار؟ يعني الصلصه لما بتتعرض للنار بتطلع لي نكهتين، نكهه مسكره ودي بستفيد منها من الطعم، والحاجه الثانيه ان هي بتطلع المواد الحفظ اللي كانت فيها. بعد ما النكهات اتعتقت مع بعض هنزل بشفشق طماطم مضروب بقرنين فلفل وقرنين شطه، هيعلوا لي التست. واقلب واغطي الحله بقى عما تتسبك ونرجع بقى نشوف هنحشي ازاي. قبل ما اغطي الحله هضيف معلقه سكر عشان تعادل لي الحموضه وتزود لي الطعم وتديني تسكير. الصلصه خلصت وطفيت عليها النار وهحط بقى النعناع. لازم اطفي النار قبل ما اضيف النعناع. دول شويه نعناع فرطتهم بين ايدي وهقلبهم في الخلطه عشان تديني الطعم المميز. وليه ضفناهم في الاخر؟ علشان ما تمررش، عشان النعناع ما يمررش. وهبدأ بقى اضيف الرز على الخلطة الجميلة الروعة دي اللي ريحتها يعني مفحفحة. هبدأ اضيف الرز واقلبه وهضيف الخضرة واقلب بقى
التقليبه المتينه. زي ما انتم شايفين الرز بدأ يشرب من التسبيكه. وفي حاجه عايزه اقول لكم عليها، الرز لازم يتنقع تلت ساعه، مش اكتر من تلت ساعه يا جماعه، ولا اكتر ولا اقل. ليه مش اكتر وليه مش اقل؟ لانك انت لو نقعتيه اكتر من تلت ساعه هو هيشرب الميه اللي انت نقعاها فيه، فهتيجي تسقيه هيعجن معاكي. تمام؟ لانك انت مش حاسبه الكميه اللي هو شربها. طيب ليه مش اقل من تلت ساعه؟ لان احنا عايزين نتخلص من بعض حمض الفيتك، بعض مش كله، من بعض حمض الفيتك. لان التلت ساعه مش كافي انه يشيل الحمض كامل، لا احنا بنزيل بعضه. ليه؟ لان حمض الفيتك بيمنع امتصاص العناصر الغذائيه اللي في الوصفه، فاحنا بنتخلص من بعض. والحاجه التانيه بفتح مسام حبايه الرز عشان تشرب التتبيله اللي انتوا شايفينها الروعه الجميله دي. يلا بقى نشوف هنحشي ازاي. هنبدا بقى نحشي يا حبايبي. وهنا هقول لكم على معلومه، ورقه لازم تبقى بالطول كده، والخطوط اللي في الكروم بالعرض، يعني محشيش بالطول، محشيش من هنا، محشيش من هنا كده كده. الورقه هتتقطع مني ومش هتلتف كويس. لا انا بقول عشان البنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد، اهو الخطوط دي بالعرض. وابدا اخد الخلطه الجميله الروعه دي واحطها في النص مش على الاطراف، وابدا الف الصباع زي ما انتم شايفين. واهو ما شاء الله تبارك الله، شايفين الصباع عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. وابدا ارص في الحل. واول ما ارص الرصه هوريها لك، وهنقول على معلومه كمان. اهو يا حبايبي اول رصه رصيتها معاكم زي ما انتم شايفين، عملتها بالايه؟ بالعرض. المره باليمه دي. المره الرصه الجايه هعملها بقى عكس عكاس. ليه؟ عشان اما اجي انزل المحشي من الحله ينزل بسهوله، يتفرفط يعني بمعنى اصح. زي ما انتم شايفين عملتها الجهه دي، يبقى المره دي الجهه دي بالعكس. وهنشوف هنعمل ايه. هحشي معاكم كمان عشان برضو تشوفوا. زي ما انتم شايفين الورقه زي ما انا قلت اهي، الخطوط بالعرض، الخطوط بالعرض، واحط في النص والف زي ما انتم شايفين. وما تعصروش الصباع، زي ما هو خد الخلطه حطوه في الحل. اهو بصوا انا برص ازاي. بصوا يا حبايبي انا عايزه اوريكم عشان البنات اللي لسه مبتدئه. شايفين المحشي جاي كده، فانا هعمل عكسه. هعمل عكسه اهو، برص هنا. شايفين زي ما انتم شايفين كده اهو. كمان صباع قدامكم اهو بالعرض، وحبه في النص، والف الصباع زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. والف بالعكس، عكس الصباعات اللي انا حطاها اهو يا حبايبي. اهو اهو. اكمل الرصه وارجع لكم. شايفين يا حبايبي الرصه عملتها عكسي اهو. الرصه اللي تحت اهي جايه كده، جايه كده. الرصه اللي تحت الاولى جايه كده، فانا عملتها المره دي جايه كده، مره بالعرض ومره بالطول، مره بالعرض ومره بالطول، لحد ما نملى الحله ونرجع نشوف هنعمل ايه يا حبايبي. اهو يا حبايب قلبي المره دي رصه كده جايه بالطول كده. المره الجايه هجيبها كده عكس عكاس، عشان اجي افرفط الحله ينزل الصباع بحاله وينزل بسهوله. يا حبايبي خلصنا رص الحله زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الصباع ماسك نفسه ومفيش اي رز متنطور على الحله. واتبعوا الخطوات هتطلع معاكم كده. هنا بقى جبت كبشه تسبيكه من اللي هي حطيتها في الخلطه، كنت عنتها اهيت. وهحط عليها كوبايه شوربه فراخ او شوربه لحم زي ما تحبي، وهقلبها وهسقي بيها حله المحشي زي ما هي قدامكم كده. هسقي بيها حله المحشي. انا مش عايزه ميه كتير ولا سوائل كتير،
في خلطة في سقوة المحشي. لا، انا عايزة يا دوبك هي كوباية مية على كبشة تسبيكة، هتديكوا النتيجة اروع من كده. هولع عليها النار وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين برج الحلة كده يمين وشمال عشان الصلصة تنزل تحت والمحشي ياخد الطعامة بتاعتها والتوابل والبهارات اللي معاها. وكمان في معلومة مهمة، ليه انا ما حطيتش شوربة كتير تغطي المحشي؟ علشان خلطة المحشي فيها سوائل، والرز انا حطيته هو والخلطة سخنة، فالرز اوريدي شرب من الخلطة. فلو حطيت شوربة كتير الرز هيعجن معايا، وانا مش عايزه كده. انا عايزه الصباع يبقى الرزايه فيه مفلفل تمام، يستوي ونغرف وارجع لكم. وهو يا حبايبي المحشي عمال يبطبط وعمال يطلع النكهات، بسم الله ما شاء الله، وخلاص اتشرب التشريبه. هبدا اوطي عليه بقى النار وبعد كده نغرفه ونشوف هنقدمه ازاي. وهو يا حبايبي انتهينا من عمل المحشي الكرنب الروعه، وزي ما انتم شايفين الصباع ماسك نفسه، وبسم الله ما شاء الله الريحه مش قادره اقول لكم. وكمان مفيش اي حبايه رز على صباع المحشي بسبب الخطوات اللي انا عملتها وقلت لكم عليها. كنت معاكم انا زهره في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.